تجرى لن تجرى، هكذا يجيب الشارع اللبناني بخصوص إجراء الانتخابات البلدية. لا فيه إن شاء الله فيه. برأيي أنا ما حيصير انتخابات. ما بتوقع يصير. والله ما بعرف. ولكن لماذا أمام كل استحقاق دستوري وديمقراطي يتساءل اللبنانيون إن كان سيجرى؟ يمكن لأنه عودونا على التمديد مرتين للمجلس النيابي، الناس صارت نقزانة وصارت تقول بركي بيعملوا العملة ذاتها وبيرجعوا بيمددوا كمان للبلديات. أنا ما بعتقد في ظروف موضوعية للتمديد. بظن أنه أي شكل من أشكال التمديد بده يمرق بقانون بمجلس النواب، وما رح نلاقي كاميكاز يعمل اقتراح قانون. وكمان في شارع بعده كان عم يغلي من كم شهر، هيدا شو بيعمل وقت اللي بتقولي له كمان بدي مدد للمجالس البلديه؟ هيدا معطى جديد ما كان موجود قبل. بدون حدث امني كبير او بدون حوادث امنيه متنقله بين المناطق ما بشوف مبرر ابدا للتمديد للبلديات. اكثر من هيك بقول لك مجرد حصول الانتخابات البلديه سيحتم اجراء انتخابات نيابيه في اليوم التالي، لانه الذريعه اللي تسلحوا فيها للتمديد النيابي كانت الذريعه الامنيه. بالتالي اذا اللي بيقدر يعمل بلديات بيقدر اكيد يعمل انتخابات نيابيه. ما حدا بيقدر يقول انه وزير الداخليه اليوم يتحمل المسؤوليه. في سلطه سياسيه بكاملها هي مسؤوله عن اجراء الانتخابات. بدات اللوائح تعد لكل دائره انتخابيه، ولكن هل هناك من يستعد لوضع الانتخابات في دائره التاجيل؟ ليال بو موسى، قناه الجديد.